اليوم يا إخواني في الله الناس بدها حاجة واحدة، العالم بده حاجة واحدة، وهو إنها شهوة تنفتح على طاعة الله، شهوة تنفتح على ذكر الله، على طاعة الله. كم يا إخوان الناس بيفرحوا بالدنيا وأشياء الدنيا، كيف نفرح في أعمال الجهد، أعمال تحصيل الإيمان، تحصيل لا إله إلا الله في القلب. لأن والله يا إخواني لا تستقيم الجوارح ولا تقبل الأعمال ولا تصلح الأحوال إلا بإصلاح القلوب. إذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا صلحت الجوارح يعني الإيد بتصلح، الإجر بتصلح، العين بتصلح، السمع بيصلح، كل شيء بيصلح. والله الكون كله بيصلح يا إخواني بصلاح القلب. وإذا صلحت الجوارح صلحت الأعمال، وإذا صلحت الأعمال صلحت الأحوال. وإذا فسد القلب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض طلع الرحمة ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بعض الذي عملوا، مش بما عملوا، بعض الذي عملوا. طب ليش؟ لعلهم يتضرعون، لعلهم يستغفرون، لعلهم يعودون، لعلهم يتوبون، لعلهم يجتهدون على عمل الأنبياء. والله يا إخواني الله ما شرفكم يا أمة محمد، ولا رفعكم ولا ثبتكم في هذه الأرض إلا بجهد الأنبياء، إلا بجهد. ليش الله خيرنا؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بدك الإيمان أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، اشتغل عمل الأنبياء اللي الله شرفك فيه. الله كل الوعيد اللي بدهم إياه الناس، كل الأشياء اللي بدها إياه الناس والله بالإيمان والأعمال الصالحة. والله لا يكون شيء في الأرض بدك إياه وبتفكر فيه إلا بالإيمان والأعمال الصالحة. أول الآية بتقول إيمان وأعمال صالحة، وآخر الآية بتقول يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وفي نص الآية شو بكون؟ اللي بدك إياه يا عبد الله، اللي الناس بتطالب فيه، أي هي إياك نستعين وإياك نعبد يا جماعة. هيك هي أول شيء اعرف ربك وبعدين اطلب من ربك. شو في بين الآية والآية؟ تمكين في الأرض واستخلاف في الأرض. وشو بدنا كمان؟ بدنا نعدي من الحسبة ولا لا؟ فيكم أمانة الله بدنا نعدي عن الجراج. ليش اللي في كل هاللفة؟ شو بدك كمان؟ بدل خوفنا أمنا ولا يبدلن من بعد خوفكم أمنا. شو بدك؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فيا إخواني يا إخواني جهد الإيمان هذا كثير من الناس مش دايرين بالهم عليه. بصلي يا شيخ، بصوم يا شيخ، بحج يا شيخ، بقرأ قرآن يا شيخ، بزكي، بصدق. لكن يا إخواني إذا ما كانت على طريق النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يضرب ناس من أمة محمد ويأخذونهم الملائكة بذات الشمال، فيقول عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، فيقول أمتي أمتي أمتي. من إيش بيعرفهم؟ من إيش بيعرفهم؟ آثار الوضوء، آثار الصلاة، آثار الأعمال الصالحة، لكن مش على طريقه، مش على طريقه زي ما بده عقله. فيقول الملائكة فإنهم غيروا وبدلوا، لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول عليه الصلاة والسلام سحتا سحتا بعدا بعدا لمن غير وبدل بعدي. فكيف يا إخواني حسن اتباع عليه الصلاة والسلام. وعزتي وجلالي يا محمد صلى الله عليه وسلم لو سلكوا علي كل طريق واستفتحوا علي كل باب لن أقبلهم حتى يأتوا من خلفك يا محمد. ما في دخول جنة يا إخواني إلا نحب النبي، إلا نمشي وراء النبي عليه الصلاة والسلام.
إلا بعدين يا إخواني، الذي يدعو إلى الله حبيب الله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. شو بتعطيني يا رب؟ أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله. اللهم ارحم خلفائي، عنهم خلفائك يا رسول الله الذين يرون أحاديثي ويبلغونها للناس. أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من الأنبياء، لا نبي بعدي، لا أمة بعدكم. شو بدك منا يا رسول الله؟ أدوا عني يرحمكم الله. آخرتها يا إخواني هوني، آخرتها هوني، وآخرتها 3 أسئلة. أعد يا عبد الله، أعد يا عبد الله. والله يا إخواني أشياء الدنيا هذه الله بيعطيها للكل. إن الله يعطي الدنيا من أحب ولمن لا يحب، وأبى أن يعطي الدين إلا لمن أحب. فمن أعطي الدين أعطى خير الدنيا والآخرة، سعادة الدنيا والآخرة، عزة الدنيا والآخرة، الحياة الطيبة بالدنيا والآخرة. ولكن اللي بيعطيش الدين، والله يا إخواني لو كان عنده أموال ملو الأرض والله ما بينفعوه، والله ما بيعيش الحياة الطيبة. الحياة الطيبة اللي بدنا إياها يا جماعة بالإيمان والأعمال الصالحة. كيف نصاحب أهل الدين؟ كيف نصاحب أهل لا إله إلا الله؟ كيف نجلس مع أهل لا إله إلا الله؟ كيف يكون آخر كلامنا لا إله إلا الله؟ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اجعلنا منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين، اللهم اجعلنا منهم يا أجود الأجودين. من دون شفاعة حبيبك ما بنسوى ولا حاجة. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، صدقا من قلبه. يعني عينيه تحت أوامر الله، سمعه تحت أوامر الله، إيديه تحت أوامر الله،